قلت لك انه راح تتشرشح، ما صدقتني وعملت اللي فيها زلمه. قال شو؟ انا ماني سائل على الطحطح، واليوم خمر وغدا لي امر. هي اجا الامر وتبهدلت بهدلة الكلاب. فريد، أنا ماني ناقصك هلا، بكفيني يلي فيي، بكفي البهدلة والشرشحة يلي أكلتها من مرتي. لك الله وكيلك غسلتني غسل بالبهادل، ما خلت علي الستر مغطى. يخرب بيتها على اللسان، لك لسانها متبري منا يا رجل. بشرفي إن شافتها الغوريلا بتخاف وبتهرب منا. يلا بسيطة، بدك تطول بالك، هيك نصيبك. يضرب النصيب. أنا خلص قرر أطلقها. اتطلقها؟ شو جنيت انت؟ اوعك، لا تخرب بيتك بايدك. انتوا عندكم اولاد، ما تشططوهم بيناتكم بكره وتضيعوا مستقبلهم. اوعك يا وحيد، اوعك. ولك ما هو خربان وخربان، يعني هيك حياتنا صح؟ ما كلها خناق وصراخ. الله وكيلك الولاد على طول متخبيين جوات غرفتهم، بس مشان يهربوا من عياطنا وخناقاتنا. مساكين، كمان عايشين برعب من ورا امهم. لا حول ولا قوة الا بالله. ما بصير هيك يا وحيد، انتوا لازم تهدوا الوضع. ما بصير هيك مشان الاولاد، هيك راح تدمروا نفسيتهم، وراح يسووا لهم ازمات نفسيه راح تنعكس على مستقبلهم. والله بعرف يا فريد، مشان هيك عم اقول لك انه لازم نطلق. يمكن الطلاق بيكون اهون عليهم من العيشه اللي عايشين هلا. لا، هلا طول بالك شوي ولا تتسرع. بكره انا ومرتي بنعملكم زياره وبنحكي مع مرتك، عسى وعلا تفهم شوي وتصلح من سلوكها معك شوي. ان شاء الله. الله يسمع منك، لانه انا عن جد خلص ما بقى فيني اتحمل. خلص روح هلا، ان شاء الله الامور محلوله. ان شاء الله. خلينا نتابع هذا المسؤول يلي طلع قدامنا على التلفزيون هلا، عرفته؟ شلون لك؟ في حدا ما بيعرف الدكتور المهندس لؤي الطبال؟ لك يا رجل، هاد عنده شهادات والقاب، يعني اذا بعيش قد عمره مرتين ما بيلحق يعملون. يا سيدي، بدك ما تدقق، يحمل الألقاب والشهادات اللي بده إياها، المهم إنه يقدر يفيدنا ويفيد البلد. ايه، من طيبتي راح يفيد البلد. هلا بتسمع وبتشوف. خلينا نسمع ونشوف لك. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. يسرنا اليوم أن نلتقي بضيف كبير وعزيز وغالي على قلوب الجميع. ضيف ليس كل الضيوف، فقد امتاز على مر السنين بمميزات قلما امتاز بها آخرون، وإن لم يكن هو الوحيد الذي امتاز بها، فقد تعب على نفسه كثيرا، حيث درس وحصل على الشهادات، وخضع لدورات كثيرة، وحصل على الكثير من المعارف والشهادات أيضا. وأينما ذهب كان يحصد المراتب الأولى ويمنح الأوسمة. وعلى الصعيد العملي فقد عمل في قطاعات مختلفة ومجالات مختلفة، وأينما عمل كان يترك بصمة مميزة ويصل إلى أعلى المراكز، حتى إلى أن وصل إلى مرتبة رفيعة عليا في البلد، وبنفس الوقت ذات مسؤولية كبيرة. الحديث يطول كثيرا عن ضيفنا الكريم ولن ينتهي بحلقات، ولكن اكتفيت بنبذة قصيرة عن سيرته الذاتية. لذلك دعوني الآن أرحب بضيفي الكريم، الأستاذ الدكتور المهندس العالم البروفيسور أبو عيون جريئة فالواحد لا يستطيع أن يعدد كل الألقاب التي يحملها ضيفنا الكريم، ولكن هو يفضل كما علمنا أن نطلق عليه لقب واحد، ألا وهو الدكتور. أهلا ومرحبا بك دكتور لؤي الطبال، فهذا شرف كبير لنا أن نستضيف حضرتك، وشكرا لك كثيرا أنك لبيت الدعوة. اهلا اهلا، وشكرا لك لهذه المقدمة، فقد اخجلت تواضعي. لا، فهذا بيض من فيض، ونحن لم نذكر إلا القليل عنك. شكرا لتواضعك دكتور، شكرا شكرا. طبعا كما تعلم دكتور، فإن المواطنين ينتظرون بلهفة سماع حضرتك، وما سوف تخبرهم عن وضع البلاد، وما آلت به الأوضاع، وماذا يحدث الآن، وما هي توقعاتكم للمستقبل القريب والبعيد، وكيف علينا أن نواجه هذه الظروف وهذه التغيرات. في الحقيقة نحن مررنا ولا زلنا نمر بأصعب الظروف وأحلكها، ولكن بفضل صمود الشعب العظيم فقد تصدينا، ولا زلنا نتصدى لكل المؤامرات التي تحاك ضدنا. فلولا صمود الشعب العظيم ما كنا أنا والكثير من زملائي المسؤولين وصلنا إلى هذه المراتب وهذه المناصب التي حملتنا بدورها مسؤولية كبيرة تجاههم وتجاه البلد، كي ندافع عنها بأعلى حناجرنا. فشكرا لصمودكم أيها الشعب العظيم.
ولكن يا دكتور الشعب له سنين طويلة في وضع الصمود والأوضاع من سيء لأسوأ، فما هو الحل برأيكم؟ الحل قلناها وسوف نبقى نقولها: الصمود ثم الصمود، ليس هناك حل آخر. والحمد لله الوضع في البلد جيد طبعا، بحسب ما يحاك للبلد من مؤامرات وما تخضع من حصار وعقوبات، فإن وضع البلد جيد وبألف خير. ولكن يا سيدي الكهرباء لا تأتي إلا ساعات قليلة، وكذلك المياه والغاز والمحروقات الأخرى من بنزين ومازوت لا تتوفر إلا قليلا، والأسعار عالية جدا وكل يوم تزداد عن اليوم الذي يسبقه، وكثير من المواد غير متوفرة في السوق، وإن توفرت فهي تتوفر بأسعار جنونية، ومنها أهم مادة يحتاجها المواطن ألا وهي الدواء، والمشافي في وضع مزري، والفساد والمحسوبية مستشرية بكل مكان، والمدارس والتعليم يرثى له. و يا سيدي حتى الطرقات أصبح من الصعوبة السير عليها، فماذا أعدد لك وأعدد وتقول لي الصمود؟ عفوا، وكأنك نسيت نفسك مع من تتكلم. عفوا دكتور، أنا لا أقصد، ولكن الشعب وصل لدرجة أنه ما عاد يحتمل. أعرف، ولكن هذا هو الوضع، وعلى الجميع أن يتقبل هذا الوضع، وليس بأيدينا حل، فالقضية أكبر منا بكثير، والحل الوحيد هو صمود الشعب. عليه أن يتحمل الأوضاع، ويلي مو عاجبه الله معه. بس يا دكتور حتى جواز السفر أصبح ب4 5 مليون، وأصبح يحتاج لأشهر وربما سنوات للحصول عليه، فصراحة أغلب الشعب إن لم يكن كله حتى أنا نريد أن نسافر ونهاجر، ولكن أولا لا نستطيع الحصول على جواز سفر، وثانيا نحتاج إلى أموال طائلة، وثالثا وهو الأهم أنه لم يعد هناك بلد تستقبل السوريين. إذا ما على الشعب إلا أن يبقى ويصمت كما أخبرتك، ليس هناك حل آخر. أبدا، ليس لديكم أي حلول أخرى؟ ألا يمكنكم أن تتجاوبوا ولو قليلا مع متطلبات الشعب، بأن تتنازلوا ولو قليلا أو تتعاونوا مع الآخرين الذين يريدون إيجاد حل البلد وللشعب السوري، لأن الأمر كما أخبرتك لم يعد يحتمل، ويحتاج إلى القليل من التنازل أو التجاوب من أجل الشعب. لا أبدا، لأن الجميع يستهدفنا نحن المسؤولين، ويريد أن يزيحنا من مناصبنا، ونحن لا يمكن أن نتنازل عن مراكزنا أو حتى نخسر ولو قليلا من المزايا التي نحظى بها. فنحن لولا وجودنا ما كان الشعب موجود، ولا كان مسيحا من على الخارطة، لذلك لن نتعاون مع أحد. إذا الحل الوحيد هو أن يبقى الشعب مدمر ومحطم، وعليه أن يصمد ويصمد. ولكن يا دكتورنا العزيز لم يعد لدى الشعب أي قوة، ولا تتوفر لديه حتى أدنى مقومات الحياة، فكيف تريدون من هذا الشعب المحطم أن يصمت؟ هكذا كتب على هذا الشعب المسكين، وهذه هي ضريبة الصمود. ولكن هل سألتم الشعب إن كان يريد أن يصمد أكثر، أو إن كان هناك لازال لديه الجلد أو القوة أو الاستطاعة للصمود؟ نحن أدرى بهذه الشعوب، وأهل مكة أدرى بشعبها. نحن المسؤولين نعرف كل شيء، والله خصنا بقدرات عقلية وإدراكية تجعلنا نعرف الصواب من الخطأ، ونعرف ما هو جيد أو غير الجيد للشعب، وما هو الذي يكون في مصلحتهم والذي لا يكون. فلماذا إذا نحن مسؤولين ونحمل كل هذه الشهادات وهذه الأوسمة التي كنت أنت ذكرتها في مقدمة برنامجك؟ ها أدامكم ذخرا لهذا الوطن. أريد أن أنتهز مناسبة اللقاء بك أن أهنئك على افتتاح فندقك ال5 نجوم الجديد في أرقى منطقة بدمشق، الذي تم إضافته إلى سلسلة فنادقكم الأخرى، وكذلك إلى مشاريعكم الضخمة الأخرى من مطاعم وشركات سيارات وغيرها التي يصعب حصرها الآن. طبعا اللهم زد وبارك، اللهم لا حسد. فأنت تستحق الكثير من العطاء والتكريم، لأنك قدمت الكثير للشعب، وضحيت بوقتك الثمين في الكثير من المؤتمرات واللقاءات والبرامج التلفزيونية الأخرى، وألقيت عليهم أفضل الخطابات والشعارات الرنانة التي ألهمتهم على الصمود كل هذه السنين التي مرت. لذلك عوضك الله بنعيمه، متمنين لك المزيد من الشركات والمشاريع الكبيرة المثمرة لتزيدك دخلا وربحا. شكرا لك ولجميع المشاهدين، وأنا كذلك أريد أن أنتهز برنامجك الرائع كي أخبر زملائي المسؤولين وكبار التجار في هذا البلد أنني سوف أفتتح في الوقت القريب سلسلة فنادق أخرى من فئة ال5 نجوم في روسيا، وكذلك سلسلة مطاعم أيضا فئة ال5 نجوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأنا طبعا سوف أوجه لهم الدعوات بشكل شخصي كي يحضروا افتتاح هذه المشاريع الجديدة. غريب، ما هذا التناقض؟ في روسيا وفي أمريكا، كيف ذلك؟ وما الغرابة في ذلك؟ كما تعلم هذان البلدان على نقيض أفهم ماذا تقصد. هذا في السياسة فقط، وعلينا أن لا نخلط الأمور السياسية بالأمور الشخصية. كيف ذلك؟ ولكن أنتم يا دكتورنا العزيز مسؤول كبير في هذا البلد، وتقع على عاتقكم كل المسؤوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. هذا صحيح، وكما قلت لك هذا في السياسة. أما على الصعيد الشخصي فالوضع يختلف، فأنا لي حياتي الخاصة ولي مشاريعي الخاصة، وأينما أجد مصلحتي أعمل وأقيم مشاريعي وربما سكني فيما بعد. وأين ممكن أن تستقروا إن لا سمح الله خسرتم منصبكم، والذي طبعا من سابع المستحيلات أن تتخلوا عنه برضاكم؟ على الأغلب الولايات المتحدة الأمريكية. يا للغرابة، وكيف ذلك؟ أولا أنا أحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية، بالإضافة إلى الجنسية السورية طبعا. يا إلهي، هل أنت تتكلم بشكل جدي؟ طبعا، فبهذه الأمور لا يوجد مزاح. لذلك أينما أجد راحتي وراحة أسرتي، وأين تسير الأمور لمصلحتنا وكذلك سير المشاريع بشكل جيد، سوف نتجه للإقامة الدائمة فيما بعد. وعلى الأرجح سوف تكون الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا البلد هو أكثر ديمقراطية وأكثر حرية، وهناك تتاح لنا إقامة مشاريع بشكل أفضل أيضا. يا للغرابة، لا أصدق ما أسمع. على كل حال، نتمنى لكم التوفيق أينما حللتم وأينما عشتم واستقريتم. شكرا لك، وأريد أيضا أن أنتهز برنامجكم كي أهنئ ابني الكبير سليم على افتتاحه منذ شهرين أيضا لشركة استيراد وتصدير كبيرة في الولايات المتحدة، متمنيا له النجاح والتوفيق. وأن أوجه إلى زوجتي وأبنائي الآخرين التحية لوقوفهم الدائم إلى جانبي، والذين يقضون الآن رحلة استجمام في جزر المالديف. وأنا أعدهم بأنني سوف أقضي معهم بقية الإجازة كل الأسبوع القادم. نتمنى لكم دائما وأبدا السعادة في حياتكم، وأن يزيدكم من نعيمه أكثر وأكثر. واسمح لي بهذه المناسبة أيضا أن أطلب منك طلبا خاصا. تفضل يا ابني، ماذا تريد؟ فيك تعمل لي جواز سفر وعقد عمل بأحد مشاريعكم برا. والله 250 ألف يورو ما عم يقدمني مواصلات. والله يا سيدي راح موت من جوعي، عم نشرشح وأنا عائلتي كل يوم 1000 شرشحة. لا يا ابني، أنا من المؤكد أستطيع توفير لك ما تريد، ولكن إن أنت تريد السفر وكذلك الآخرين، من سيبقى في الوطن كي يصمد؟ ونحن على من سوف نستند وكيف سوف نبقى؟ لا يا ابني، طلبك مرفوض. أنت وغيرك من الشعب الفقير يجب أن يبقى في الوطن صامدا متحملا الجوع والعطش والبرد والحر وقلة الموارد وكل شيء، كي يبقى هذا الوطن شامخا، وكي نبقى نحن في مراكزنا نزداد تخمة. ألا يكفي الملايين التي تركت الوطن وسافرت؟ لا يا ابني، إياك أن تفكر مجرد التفكير بهذا الشيء، فأنت مذيع كبير وناجح ومشهور على مستوى الوطن العربي. الله يلعن أبو هيك شهرة، ويلي ماني مستفيد منه غير التعطيل والشرشحة. على أي حال، شكرا لكم سيدي المسؤول الكبير، الأستاذ الدكتور المهندس البروفيسور العالم أبو عيون قرية، على هذا اللقاء، متمنين أن لا نكون قد أخذنا من وقتكم الثمين، وأن نكون قد سببنا لكم أي نوع من المضايقة. لا لا يا ابني أبدا، أنت كنت على قدر المسؤولية بالحوار، وأنت كما قلت لك مذيع جيد وكفؤ، متمنيا لك دائما النجاح والشهرة. وشكرا للشعب على صموده وعلى كل ما يتحمله من أجلنا. شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجنا لقاء مع مسؤول في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. ما قلت لك منطقتي راح يفيد هالبلد؟ وبتقلي مرتك ومشاكلها. شرفت سيدي، يا محلى قصتك وقصة مرتك قدام المصايب اللي عايشينها بهالبلد. العامة لك هات لهالدرجة تمساح، لهالدرجة مسائل عنا وعن همومنا، قال بده يانا نصبر ونكافح، ونحن يلي ملاقي الخبز هو المدخوم يلي الله لا يشبع ينتخم أكثر وتزداد مشاريعه وشركاته وأرباحه على حساب صمودنا وعلى حساب فقرنا وتعتيرنا. لك شو هاد يا رجل؟ معقول لهلا في هيك ناس؟ ناس؟
وهاد تعتبره من الصنف البشري يا رشود؟ لك هاد ما عنده نفة إحساس ولا عنده نتفة كلامي وبتقلي ناس. لك الله وكيلك مقضية هو وعيلته من بلد لبلد سياحة. لا قالوا شو؟ بيشعوا مساكين تعبانين ومكتئبين لأنه قال ما بسطوا كتير. لك شو بده يحكي الواحد ما بيعرف. ليش الله خلقنا بهالبلد ما بعرف. من حزن الخر بطلي. أنا بدي أقوم روح. بدك شي؟ لوين بدك تروح؟ راجع لعند الست منى. شو ما يكون مصيبتها أهون بكتير من مصيبة المسؤول والمسؤولين التانيين يلي متحكمين فينا وبهالبلد. والله معك حق. سلم عليها وإن شاء الله بعد فترة بنزوركم أنا ومرتي ومنحل أمور بلادكم. إن شاء الله.